بسم الله الرحمن الرحيم. ونادي الزمالك دعم فريقه ب10 صفقات، بس انا دايما عندي مقوله ان الصفقات مش بالكم، الصفقات بالمفعول. تعالوا نبدا صفقات الزمالك بالحارس المخضرم المهدي سليمان، حارس نادي الاتحاد السكندري السابق واللي راح نادي الزمالك في صفقه انتقال حر. تعالوا بقى نروح للصفقه الثانيه لنادي الزمالك وهي الانجولي شيكو بانزا، مركزه جناح شمال. نروح للصفقه الثالثه وهي لاعب نادي فاركو عمرو ناصر اللي بيشغل مركز المهاجم. الصفقه الرابعه برضه من نادي فاركو وهو اللاعب احمد شريف اللي قدم اداء اكثر من رائع في الموسم اللي فات، وده برضه خلى الزمالك يتعاقد معاه، فكده الزمالك جايب اتنين من فاركو هم احمد شريف وعمرو ناصر. نيجي بقى للصفقه الخامسه وهي الفدائي الفلسطيني ادم كايد. بقى للصفقه السادسه وهي المغربي عبد الحميد معالي اللي جاي من نادي اتحاد طنجه المغربي. الصفقه السابعه بقى لنادي الزمالك وهو احمد ربيع اللي جاي من البنك الاهلي بعقد لمده 5 سنين، وده بيلعب نص ملعب وعمل اداء روعه الموسم اللي فات مع البنك الاهلي، وده اللي خلى الزمالك يحط عينه عليه ويتعاقد معاه في الموسم الجديد. الصفقه الثامنه بقى للفارس الابيض هو المدافع محمد اسماعيل اللي جاي من نادي زد. الصفقه التاسعه لنادي الزمالك هو لاعب فلسطيني اخر وهو عضي الدباغ. الصفقه بقى العاشره والاخيره للفارس الابيض وهو البرازيلي خوان الفينا، بيلعب جناح ايمن او جناح ايسر او صانع العاب، بس هو لعيب جامد قوي بصراحه، لعيب مهاري يعني. وبكده الزمالك بيقول للكل انا جاهز للموسم الجديد من الايجيبشن ليج بقوه ومستعد انافس على كل البطولات. بس قول لي بقى انت كمشجع زملكاوي ايه رايك في الصفقات اللي الفريق عملها؟